عمرك حسيت انك طيب بزيادة؟ بزيادة لدرجة انك بتتخان. عارف يعني ايه تبقى بتدي وبتتسحب منك؟ استنى، ما تقومش، ما تقفلش الفيديو، عشان الفيديو ده هيفرق معاك كتير قوي. في قاعدة بتقول كل ساقي سيسقى بما سقى، يعني كل اللي بتعمله هيرجع لك. بس على فكرة مش شرط من نفس الشخص، ممكن يكون من حد تاني، وممكن في وقت تاني، وممكن بشكل انت مش متخيله. بس السؤال هنا، ليه الناس بتستغل الطيب؟ علشان انت مش راسم حدودك. اللي ما بيرسمش حدوده الناس بترسمها له، بس على مزاجهم. ففي 5 مفاتيح لو مشيت بيهم هتفضل طيب، بس مش سهل. ورقم 1، الطيب على فكرة مش ضعف. كونك انك محترم ومؤدب مش معناه انك سهل. الطيبة قوة، بس لازم تبقى طيبة صاحبة وعي. ورقم 2، سامح بس ما تنساش. دينك بيقول لك فمن عفا واصلح فاجره عند الله، بس ربنا ما قالكش ارجع له تاني وهو بيأذيك. افصل الخير عن الغباء. وتالت حاجة، ما تبررش وجودك. انت مش محتاج تثبت انك تستحق تتحب. اللي مش شايف قيمتك ما يستاهلش وجودك. رقم 4، خليك واضح مش جارح. يعني لو حد غلط ما تسكتش، ترد باسلوب يرتقي بيك مش ينزلك. 5 حاجة واخيرا، الخير دايما، الخير دايما بيرجع حتى لو الناس ما رجعتش. ربك شايف وكل حاجة بتتعمل عنده بتتحسب، وما كان ربك نسيا. في الاخر اختار تكون طيب بس واعي، واسأل نفسك دايما، هل انا بعمل ده علشان ربنا ولا علشان الناس؟ لو علشان ربنا ما تخافش، هو ما بيضيعش تعب حد. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتدعمني